القصه ديالي بدات ملي كنت غادا للحانوت باش نتسخر لامي، ولقيت واحد الراجل كبير في الحانوت حتى هو بغى يتسخر. ضحك معاه الدري اللي كيبيع، قال لها واحد البنت الله يعمرها داري الا بغيتي تزوجها لولدك. انا حشمت وحنيت راسي، ولكن داك مول الحانوت غير كان كيضحك يعني ما قالهاش زعما بجديه. مي داك الراجل خدا الموضوع بجديه وقال لي علاش لا، وبدا كيسول فيا واش انا بنت الدرب وشحال في عمري. جاوبته باه وانه عندي 19 عام. قال لي راه عندي ولدي خدام في المخزن كنقلبوا ليه على شي بنت الناس، وانتي تبارك الله زوينه وصغيره. وفعلا انا كنت بنت زوينه واخا في عمر صغير، ديجا شحال من واحد تقدم ليا. مهم باش ندوسو للمعقول، فعلا داك الراجل جا هو ومرسو لدارنا على غفله، وانا ما كنتش متوقعه غيديروها بصح. هما كانوا ناس جداد في الحومه، يلاه سكنوا. تقدموا ليا وراونا تصويره ولدهم، قالوا لنا الا عجبكم الحال وقبلتوا علينا راه الولد غيشد كونجي من هنا ل2 سيمانات وغيجي تشوفوه هو والبنت. انا صراحه ما عجبنيش بزاف كشكل، واخا خلق الله، ولكن صراحه الله ما كانش زوين. كان قصيور ورقيق وحتى في وجهه ما كانش زوين. مهم ما مقبولش، ما زوينش وصافي، الله يسمح لي. واخا هكاك العقل الصغير، وكنشوف صحباتي تزوجوا، عاد كنت حتى انا خرجت من القرايه وليت كنحس براسي وحيده، حيت كاع صحباتي اللي كنعرفهم تزوجوا لمدن اخرى، يعني ما بقاوش في نفس المدينه، حيت المدينه اللي كنا حنا فيها كانت صغيره بزاف. فحسيت بالوحده، وحتى انا بديت كنفكر في الزواج، وجاتني هذيك فرصه ومناسبه. ايوا وافقت، وقال البابا واش واخا نعطي زعما النمره البنت لولدي يهضر معاها. قال لي هبا ما كاين مشكل، وفعلا عطاه نمرتي وبدينا كنهضروا، وعجبته بزاف ملي صيفط ليه تصاوري. وداز ديك 2 سيمانات جا عندنا للدار ودرنا نيت الخطوبه الرسميه. مور الخطوبه بدينا كنزعموا على بعض اكثر وولينا كنتلاقاو. بدا مره كيشري لي كادو ويعطيني الفلوس، وقلت زعما ها هو بعدا سخي، واخا ما زوينش كيف بغيت ولكن كيتعامل معايا مزيان. من بعد سالات الكونجي ديالو كان خصو يرجع للخدمه، فعلا رجع، وكنا اتفقنا مور 4 شهور غنديروا العرس ونروح انا لعندو المدينه اللي خدام فيها. بالمناسبه هو كان عسكري، وقال لي بلي كيتخلص 6000 درهم في الشهر. هادشي اللي قال لي في الاول هو وصحاب دارو، ومن خلال هضرتنا في التليفون بعد ما رجع لخدمته درنا شروط. ايوا شرط عليا انني ندير الزيف، حيت انا ما كنتش دايره الزيف، وانا شرط عليه خليني نرجع للقرايه ونخدم ملي نتزوجوا، حيت بديت كان كيتنادم زعما معايا الحال انني خرجت من القرايه. قلت لا خلاني نخدم ونتزوج، ملي نخدم ونقرا ملي نتزوج فراه مزيانه بزاف. وفعلا وافق لي على الشرط ديالي، وحتى انا وافقت ندير الزيف ولبس المستور. ايوا دوزنا ديك 4 شهور د الخطوبه كلها حب وغرام، وكيبقى شاد معايا الهضره الليل كامل، خاصو يفيق مع 6 الصباح باش يمشي للخدمه. وكنقول شوف كيف كيضحي معايا، وكنفرح بزاف، كنحس به انه فعلا بدا كيبغيني. وكانت الا خصتني شي حاجه كنوريها ليه، وصفت لي الفلوس نشريها، ومهلي فيا زعما ديال بصح مع انا والدي نيت على قد الحال، فماشي اي حاجه كنت كنبغيها كنشريها. مهم باش نختصر لكم، وصل وقت العرس وكان خصنا نمشيو نشريو حوايج الدهاز انا وياه. ايوا فجاه قال لي راه الوالده هي اللي غتمشي معاك. مع العلم كنا مخططين انه غنتسنى حتى يجي، وغادي نمشيو لمدينه اخرى كبيره، حيت احنا المدينه اللي ساكنين فيها صغيره، وغادي نشري فيها الحوايج انا وياه، غنختاروا انا وياه زعما باش نختار داكشي اللي عجبني. فجاه كيقول لي راه امي هي اللي غتمشي معاك. حتى انا ما زدتش الهضره، قلت ليه واخا. قال لي راه عطيتها، نقول مثلا عطاها 6000 درهم، يعني مبلغ تقريبي فعلا داكشي اللي عطاها. انا ما عجبنيش الحال صراحه الله، قلت ماشي مشكل، حتى انا ندي معايا اختي الكبيره باش توريني شنو نشري بحكم هي مزوجه. ايوا ناض سمو قالت لي قالت لي لا ما فيا اللي تسنى اختك امتى تجي غنمشيو انا والويسات كنشريو ليك. قلتها ليه هو، قلت ليه راه ما بغاتش زعما ما بغاتش ماما كندي نتسنى حتى تجي اختي، حيت اختي ساكنه في مدينه اخرى، ما ساكناش في المدينه اللي فيها والديا.
قال لي وماشي مشكل وغير ديري لهم الخاطر وسيري معاهم. فعلا مشيت معاهم بوحدي وسط اللويسات والعجوزه وشراو لي داكشي اللي بغاو هما، وفعلا ما بانهم داوني غير انا ما قبلوش لا اختي تجي ولا يتسناو الراجل حتى يجي. راكم عارفين شنو غيشريو لي؟ شراو لي داكشي مدرح، لا الحوايج لا الصبابط لا الجلابه اللي خداو ليا، وكنبغي انا نزيد شي حاجه كيقولوا لي بركه. كتقولي لي عكوزه ايوا بركه عليك، راه فلانه اللي هي لوستي في زواجها كاع ما شرات هذا الشيء كامل، ايوا راه باقي غتشري ملي تزوجي، وهما راه ضاربين الفلوس تحت جيبهم. دوك الفلوس راه كافيين ووافيين باش انهم يشريو لي الحوايج، حيت دوك الفلوس كنعطاهم ليهم غير باش يشريو لي الحوايج بلا الخاتم بلا حتى شي حاجه. ايوا صافي، المهم بقاو غير كيصوتو كيتنفخوا، ما عطينيش كاع اعتبار في ديك الخرجه. ما نكذبش عليكم جاتني البكيه وسطهم بزاف وحسيت بالحقره، ولكن حبست راسي قلت ماشي مشكل، هادشي كله دايز. اهم حاجه هو فلان راه صابر معايا وراه مزيان وراه كيعاملني مزيان، ماشي مشكل، واصلا راه ما غاديش نطول معاهم. ايوا صافي، كان بقى ليا غير المكياج، قلت لهم يلا نشريوه. قالوا لي لا خلي حتى لشي نهار اخر ونشريوه لك. بقيت كنتعجب، قلت لهم علاش زعما ياك حنا خارجين والمكياج زعما راه قريب غندوزو ونشريوه. قالوا لي لا راه مشى الحال تعطلنا من الصباح وحنا خارجين، صافي راه عيينا وراه عارفين داكشي اللي خصو يتشرى. ايوا ما نكذبش عليكم بقيت كنتعجب، حيتاش كيف غيديروا يعرفوا شنو الحاجه اللي غتجي معايا وشنو هي الشيء ديال البشره ديالي باش يختاروا لي الفون دو تان والكونسيلر وبشرتي واش دهنيه ولا لا، باش يعرفوش من ايكرون غادي يشريو لي، والماسكارا اللي انا باغاها والفراج اللي غيجي معايا وشحال. المهم المكياج راه كلنا عارفين باللي راه ما كاين حتى شي حد اللي غيعرف يشريه لك زعما بكيما باغاه نتيا. مهم صافي سكت ودازت 3 ايام وجابوا لي واحد المكياج، واش من مكياج نحلف لكم بالله. حتى داك جابوا لي واحد باندوش، داك باندوش ما فايتش 15 درهم، دوك باندوشات ديال 260 ريال، وفوندوتا اللي ماشي كاع في الدرجه ديال وجهي، وشي تخربيق مستحيل شي وحده تستعملو. داكشي فريمون مدرح، وكاع الاساسيات ديال المكياج ما كاينينش. انا بقيت غير كنشوف وكنقول دوك الفلوس كاملين اللي عطاهم فينا هما، حيت راه داكشي اللي شراو لي راه ما فايتش ماكسيموم واحد 2000 درهم وبزاف على داكشي اللي خداو، الوغ كو هو اعطيهم تقريبا 6000 درهم، يعني ضربوا كاع الفلوس في جيبهم. صافي مشيت عاوتاني باش نتشكل للراجل، صيفط ليه قلت ليه زعما ها شنو كاين ما خبيت عليه والو. قلت زعما راه غادي يهضر مع ماما وغادي يقول ليها دوك الفلوس اللي باقيين زعما راه عطيتكم بزاف، راه شريو ليها المكياج اللي باغا، ولا باقي خصها شي حاجه تقولها لكم خذوها لها، ولا مثلا يعطيوني دوك الفلوس وانا نكمل نشري داكشي اللي خاصني. شنو غايقول لي؟ عاود قال لي صبري وسكتي، قال لي هادشي غادي يدوز وزعما راه عادي، وهذا ما درت شي ردة فعل. صافي ما عجبنيش الحال، ولكن ما عندي ما ندير. قلت ماشي مشكل، صافي هادشي دايز، وفعلا سكت. جا وقت العرس، وكان بابا اللي دار لي العرس، وهو عاوني بشي حاجه قليله، حيت كان قال لي زعما ما غيديرش شي عرس ولا شي حاجه، فعاوني غير بشي حاجه قليله باش نعاون فيها. مشيت لعند مو بين ما نقاد امورنا باش نمشي لداري اللي في مدينته هو. ايوا بدات مو في حشيه الهضور، واول هضره كانت قالتها ليا واللي قصحاتني هي فاش كنا جينا، هي قالت ليه كيفاش كنا جينا عندكم في الخطوبه حطيتوا لنا حلوه مبهدله، وقالت لي صراحه ما حلوه ما والو هذيك بنتي، وكنت شوفي انا الحلوه اللي كان صايب وزعما انها تتكبر بالناس وحنا ما كبرناش بيهم. وعلاش بقى فيا الحال بزاف؟ حيتاش انا والدي على قد الحال، ومع ذلك حاولنا نكبروا بهم وحطينا داكشي اللي قسم الله لا من الحلوه، ودرنا ليهم الغدا. في الاخر عيرتني بالماكله اللي حطينا لهم. علاش؟ غير حيت هما زعما كتشوف راسها زايده عليا، حيت هما لاباس عليهم مقارنه معنا حنا. ومهم بقات عليا بالمقارنات مع بنتها اللي كبر مني بشويه.
بنتها زايده عليها غير بشي حاجه قليله بزاف. هي باقا كتقرا وبدات تقول لي شوفي فلانه تبارك الله واخا باقا كتقرا راه معلمه الشقه والطياب وحادقه، مع انا صراحه كانت مين في الثاني كانت هي اللي كطيب في الدار وهي اللي كتشقى، فما تعلمت بزاف الطياب، ولكن كنعرف زعما نعجن ونطيب داكشي اللي باين بحال طاجين كيكه حرشه، والشقه خلاص راه كنعرف ليه. صافي المهم حطات لي شحال من هضره في الطبق في ديك السيمانه اللي جلست عندها. ايوا صافي مور سيمانه شدينا الطريق انا وراجلي لدارنا، وصلت لقيتها ما مفرشه ما والو، اصلا ديجا قالها لي حيت كان غير زفري وكريم مع صحابو، عاد كرا الدار كبيره شويه وشرا غير داكشي اللي بازيك بحال الناموسيه البوطال المعينات الطياب والتباصل، المهم داكشي قليل، وكانت الدار فريمون خاويه. ماشي مشكل، بدينا كنعيشوا مع بعض شويه، بديت كنتصرف حيت جاتني واحد لحظه ادراك انني بعدت على دارنا امي وخوتي وبا وبوحدي في ديك المدينه، وهو كان مانع عليا الخروج بوحدي، ما كنخرجش نهائيا وكيبقى خدام النهار كامل حتى العشيه عاد كنشوفو. صافي شويه بحال بغيت نتسطى حيت ما ولفتش البعد، وما ولفت انني نبقى محبوسه في الدار الوقت كامل غير الويكاند فاش كيخرجني مره. ولكن ما كنبين ليه حتى شي حاجه، ما كنقول ليه حتى شي حاجه. هادشي كنت كنبقى غير نعاودو لصاحبتي الانتيم، خصوصا البعد على دارنا. اكثر حاجه كانت مأثره فيا في بدايه الزواج ديالي في الاشهر الاولى هو انني بعدت على امي، كنت متعلقه بماما لواحد الدرجه راه ما كتصورش، لا هي لا خوتي، باقي حتى بابا كنت كنتوحشو شويه، مي ماما كنت غادي نتسطى، كنت كنضل نبكي الليل كامل بالتخبيه، ونضل نهضر مع صاحبتي نقول لها راه توحش امي بزاف، كون غير ما تزوجش، كون غير، وكنضل نعيط لامي بصباح وعشيه نهضر معاها ابل فيديو لعل وعسى نحيد ديك الوحشه ديالي ليها. واخا هكاك سبحان الله ما كنتش كنرتاح، ولكن كما قلت لكم هادشي ما كنتش كنبينو كاع على راجلي، ما كنقول ليه والو، يعني كنتصرف عادي بحال لا عجبني الحال، كنقول دابا يفوت زعما دابا يفوتني الحال. خصوصا ان صاحبتي كانت كتصبرني بزاف بديك الهضره ديال انه غير العام الاول اللي كيدوز صعيب، من بعد راه الواحد كيولف زعما البعد ديالو على عائلته، حتى هي مجوجه لمدينه بعيده على دارها وبعدات على عائلتها، وكان جاها العام الاول صعيب، وكانت حتى هي دخلت في ديبرسيون انها بعدت على ماماها وخوتها. من بعد صافي ولفات، قلت حتى انا صافي راه غير غيدوز شويه د الوقت عام كاع راه صافي غادي نولف. ولكن مع مرور الوقت كتبدا حاجه اخرى اللي ما كانتش في حسابي، اللي هي انه راجلي كيبقى الوقت كامل كيهضر غير على عائلته والانجازات العظيمه ديال اختو اللي كتقرا، اللي في بالو غير هو. وحتى فاش كنجي انا نقول ليه درت الحاجه كيقول لي وفلانه اللي كتقرا وكديرها، وكيقزم مني باش يبين عائلته واو. زعما مثلا الا طيبت شي حاجه جديده، مثلا طيبت دجاج محمر ولا، كيقول لي وراه فلانه مثلا نقولوا سميت اختو سكينه، كيقول لي وراه سكينه تبارك الله عليها واخا كتقرا وتعلمات ديرها، في بالو كنتي زعما اللي ما كتقرايش كان عليك تعلمي هادشي من شحال من هادي، زعما راه داكشي اللي كديري راه ماشي واو، راه ماشي شي حاجه. وكيبقى فيا الحال واخا هكا كنسكت. في الاول كنت كنسكت وكنقول ماشي مشكل، هذه غير البديه، وزعما داك الراجل اللي كنت كنعرفه في الخطوبه راه زعما في بالي بلي باقي نفس الشخص هو. وبديت كنلاحظ انه كيهضر مع مو اختو بزاف، بينما باه ما كيسولش فيه نهائيا، يعني نادرا فاش كيسول فيه. وبدا كيدخلهم في حياتنا اكثر واكثر، مثلا ان اختو الكبيره اللي مزوجه كتسولو دائما على البيلول واش كناخذها، هو عنده عادي جدا وكيجاوبها كتاخذها. وحتى في ليله الدخله كانت مو صونات ليه باش تعرف واش لقاني بنت ولا لا، يعني لهاد الدرجه وصلت بهم الوقاحه انهم يدخلوا حياتنا لهاد الدرجه. ولكن كنقول لا فوت منه هو، حيت هو اللي خلاهم زعما انهم يدخلوا فينا، اما كون دار لهم حد من النهار الاول كاع ما كنا غنوصلوا لهذا المواصل.
شويه فاش بغينا نبداو نفرشوا دارنا كيصونيو ليه باش يختاروا الاثاث، وانا ما عندي حتى اعتبار ولا قيمه للراي ديالي، وكتبقى موتصوني ليه كل ليله باش زعما تهضر معايا. وانا صراحه الله ما عنديش مع كثره الهضره، يعني مره كنهضر معاها مره كنقول ليه زعما خليت نعاود نصوني لها. ايوا والسيد ما كيعجبوش الحال، كيهضر معايا كيقول لي علاش ما كتجاوبيش امي، واش ما كتحمليهاش، راه كتبقى حتى تصوني عليك زعما وما كتجاوبيهاش. وانا كنت كنجاوبها نهار نهار لا. مهم صافي بدا هادشي كيطلع ليا في الراس شويه، ولا حتى النهار داك النهار ديال الويكاند اللي كيخرجني فيه كيبقى شاد التليفون يهضر ابيل ويعاود ليها التفاصيل ديال نهارنا كيف داز كامل، وها حنا شدينا الطاكسي، وها حنا غادي نمشيو نجيبو هادي، وها حنا غنمشيو نتعشاو، وها حنا يعني حتى داك النهار الوحيد اللي كنشوف فيه الزنقه ما كيعبرنيش. وحتى المصروف دار معايا 200 درهم غيبقى يعطيها لي في الشهر، يعني نمشي بها للحمام ونشري بها داكشي اللي خاصني، مع العلم انه راه الحوايج دهز، راه داكشي اللي جبت معايا فريمون قليل، يعني كانوا باقين خاصني الحوايج. واخا هكاك ما داير معايا غير 200 درهم في الشهر، وما تيعطيني زعما باش نشري الحوايج، نشري البيجامات ما عنديش، نشري باش غنخرج ما عنديش. بينما اختو اللي كتقرا كيصيفط ليها 500 درهم. وانا الاخوان راه ماشي ضد انه يعطي لعائلته، ولكن راه باه لاباس عليه، راه عنده الديور والعمارات كيكريهم وكيصيفط لبنته عايشه احسن عيشه، احسن من راجلي بكثير، كاري لها بوحدها، كتشري غير من لي مارك الغاليين، لي بارفان، الحوايج، البنت فريمون مهليه في راسها، الضفار، الشعر مصاوب، وراجلي ما كيقبلش نهائيا يشد من عند باه، ما كيرضاش، قال لك مكتفي غير بداك الصالير اللي تعطيه زعما الدوله، ومع ذلك كيحرمني انا باش يصيفط لختو. وانا كيعطيني ديك 2 دريال ولا شرى ليا شي حاجه مثلا بيجاما ولا اي شيء كيحيد لي ديك 200 درهم، كيقول لي لا راه شريت لك بها مثلا البيجاما هاد الشهر، ولا شريت لك ما غنعطيكش. ايوا ولا السيد كيعيط لمو كيقول لها اجيو دوزو معانا شي شهر وحنا يلاه مزوجين. وكان قبل قال لي بلي غنسافروا لشهر العسل، غير نلقى كيفاش ندير، غنسافروا ما بقى لا شهر العسل لا غير نجلسوا في دارنا وحنا مرتاحين ما كاينش، ولا كيعيط لدارهم اجيو جلسوا معانا دوزو معانا شهر. وانا كنبقى نشوف كنقول كيفاش شهر، كيفاش واش هذا من نيسو. شوي وليت كنعاود لصاحبتي اللي قريبه ليا كنقول لها زعما هاش كاين، قلت لي هضري معاه قولي لي كيفاش كتقول لداركم زعما يجيو يجلسوا معنا شهر، راه بزاف، واصلا زعما يلاه تزوجنا، الا بغاو يجيو يجلسوا معنا ماكسيموم واحد السيمانه ويمشيو ولا 3 ايام، يعني اصلا ما كاين اصلا لاش يجيو، حيت راه يلاه بادين حنا في داك الزواج، يلاه تنفرشوا الدار، يلاه وانا عائلتي ما تيقولوا لي لا نجيو عندك لا حتى شي حاجه. صافي امو تقول ليه واخا ولدي غير نشوفوا كيفاش نديروا، راه غادي نجيو، وشوف بعدا فلانه مرتك واش قابله ولا لا، واش تقبل نجيو عندها ولا لا، وتضحك زعما وهو تيقول لها لا علاش ما تقبلش، طبعا غتقبل غير اجيو الدار دارك. ايوا صافي دازت واحد المده، غادي يصدمني السيد بواحد الهضره. واحد المره كان جالس معايا، وبغيت نقول لكم قبل ما نقول لكم الهضره اللي قال لي، راه قبل ما نتزوجوا كان با مشى سول عليهم زعما باش يعرف واش هما ناس مزيانين ولا لا، بحكم انهم كانوا يلا سكنوا في الحومه ديالنا، وقالوا ليه الناس زعما راه باين الدري الله يعمرها دار، وتا هما الله يعمرها دار، يعني شكروهم الناس. وصافي قلت انا راه السيد داخل سوق راسو، راه زعما السيد مزيان وخدام على راسو، يعني غيكون ولد الناس. ايوا صافي جلس معايا بقى كيعاود لي، قال لي بغيتي نصارحك، بغيت نقول لك واحد الحاجه، انا قبل ما نتزوجوا كنت عاطيها للبنات وكنت عاطيها للزهو، كنت كنسكر وكندير جميع انواع البليات، ويعني كان من داك النوع ديال دوك الدراري الشماكريه اللي تيسوقوا دوك الماطر دوك الماطر الصغار، مع احتراماتي للدراري اللي كيسوقوا زعما دوك
دوك المواطر كنهضر على ديك الفئه اللي كتمشي تشمكار وتوقف على البنات بالموطور وهذا، يعني كان منهم، وكنعطيها للسكره وكنعطيها للبنات. انا تصدمت، بقيت كنشوف، قلت ليه علاش زعما ما قلتي ليش هادشي قبل ما نتزوجوا؟ علاش حتى دابا عاد كتقول لي وشنو السبب علاش كتقول لي؟ قال لي غير بغيت نقول لك باش تعرفي. زعما ما عرفت شنو قال ليه راسو، واش زعما غيبان انه واعر الى عاود ليه على الماضي ديالو الجنسي، انه كان كيدوز البنات وكان عاطيها الموبقات، راه غادي يبان واو، غادي يبان في شكل. قال لي ولكن دابا راه تبت وما بقيت كندير حتى شي حاجه، وكان باقي كيدير حاجه وحده بليه وحده اللي هي الكارو. صافي انا بقيت كنتعجب، كنقول زيد هادي على داكشي اللي قبل. ايوا دازت مده، وواحد الحاجه كنت لقيت انه عنده حساسيه في المناطق الحساسه ديالو، ومر ما عاود لي هادشي شكيت اكثر في داكشي اللي دوز، خفت سيدي لصق ليه شي مرض خايب ولا شي حاجه. واصلا كنت بديت مور هادشي كامل بديت شويه كنفر منه، وما بقيتش حتى ديك العلاقه الزوجيه ما كنبغيش نديرها معاه صراحه الله بزاف. كنت كندير معاه فوق قلبي فوق خاطري. ماشي مشكل. مور هادشي كامل واحد المره غيجيو دارهم، بقى عليهم اجي وهادشي باقي انا عائلتي ما زارونيش نهائيا. جات موجه باه، ايوا جا وجلسوا معنا، وكانوا عوالين غيجلسوا شهر ولا شهرين. صافي انا بغيت نطرطق، كنضل نبكي، كنقول خصني نهضر معاه باش ما يجلسوش هذا الوقت كامل. كيفاش انا يلاه اصلا كنحاول نولف راسي في هاد الدار، تيصدقوا هما جايين عندي، وديك العقروشه دمو ما تنحملهاش. الله يسمح لي بداك الشيء زعما اللي تديروا انهم تيدخلوا لنا في حياتنا، ما كنحملهاش نكذب عليكم. قلت غتجي وغتجلس معايا شهر ولا شهرين او بزاف. فعلا جات. صافي السيده كتنوض، هي كتنوض كتبغي طيب، كتبغي وانا كنجمع الدار. المهم كتعاونني في الشقه وكل شيء. وباه كانت كثيره فيه شويه الهضره، كيبغي يبقى مجمع معايا، كنقول ماشي مشكل، كنعطيه الخاطر واخا انا ما عندي خاطر. مهم كيتعاملوا شويه مزيان، واخا مره مو كتحشي لي شي هضره كنقول ماشي مشكل. المهم هي راه كتعاونني في الشقه وزعما ماشي شي وحده اللي متقله صراحه الله عليا. ولكن واخا هكاك ما كنتش مرتاحه، حيت نيت البشر زايد عليا في الدار، بغيت نجلس بوحدي، يلاه بغيت نولف انا نتعايش في ديك الدار مع داك الراجل. غيجيو عندي عائلته، ما ولفتش صراحه الله داك الجلس ديالهم. ايوا دست سيمانه وبعدا واحد الحاجه، كان الراجل كيجي كيبقى كيهضر معاهم ميم با واحد 5 دقائق 10 دقائق، كيدخل البيت ولا كيشد التليفون ويبقى يسكرولي ويبقى يتفرج في التليفون، وكيخليني انا وحله معاهم، خصني نهضر معاهم ونجمع معاهم وندير داك الصواب وهذا. صافي فريمون كنت كنعيا حيت كنهلك الطاقه النفسيه ديالي بالهضره والجسديه بالشقه وداك الشيء، وانا ما مولفاش بقوه الطياب وقوه زعما الشقه. يلاه كنولف حتى داك الشقه الكبير، حيت قلت لكم في دارنا ما كنتش كنشقى، ما كنتش كنطيب نادرا. صافي ومن الفوق فاش كنجيو نعسو، ما كنجيو نعسو حتى لديك 2 الليل ولا الوحده الليل، كيكون هو باغي ديك العلاقه الزوجيه، وانا كنكون مهدوده وخصني نديرها فوق خاطري، وخصني نوض ندوش، وما عندناش حتى الدوش في الدار. خصني نسخن الماء وندخلو معايا باش ندوش، وما خصش يعيقوا بيا هما. المهم واحد العذاب كنقول امتى يدوز خلاص هاد الشهر. ولكن بغاني سيدي ربي مور سيمانه كانوا يعيطوا لراجلي، حيت كيف ما قلت لكم هو عسكري وكان خصو يهبط للصحراء واحد 15 يوم ولا 3 سيمانات. وصافي قالوا ليه وجد راسك، زعما راه من هنا ل3 ايام خصك تمشي. فعلا انا فرحت فاش دازت ديك السيمانه، جلست بقات ليا واحد
3 ايام صافي وراه غادي نهبط لعند دارنا، حيت ما يمكنش يخليني في الدار بوحدي. قال لهم صافي ديوها النيس معاكم، ديك الساعه بغات تجلس معاكم، بغات تجلس عند دارها زعما عند ماماها، ولا تبقى مره تجي عندك مره عند امها، وهي غادا حتى توصل زعما الوقت فين يرجع هو. ايوا فراه حتى دازت ديك 10 ايام خلاص، حيت كما قلت لكم سيمانه وعاد ديك 3 ايام فاش هو وجد راسو كلشي. المهم 10 ايام اللي دوزو معايا، جمعت حوايجي، مشيت لعند دارنا، مشينا شدينا الطريق. ما جلست انا كاع عند العكوزه، مشيت عند امي مع كانت موحشاها وكلشي. صافي بقيت غير كنبكي فاش شفتها. جلست معاها شويه، العكوزه بدات كتقلق وكتقول لي اجي جلسي معايا حتى انا، علاش كتجلسي غير مع امك؟ صافي كنمشي عندها شويه ونجي عند ماما شويه حتى داز ديك 3 سيمانات. ايوا صافي موراها كان خصني نرجع عنده عاوتاني. فاش رجعت عنده واحد الالم ديال انني غادي نبعد عاوتاني على ماما. ماشي مشكل، رجعت وبديت كنحاول نتقبل الوضع شويه، بديت كنحاول نتفرج هكا في شي حاجه تثقفني في التليفون، بديت كنحاول نتعلم حوايج جدادين، وكنت صافي مقرره انني غادي نرجع للقرايه. كان خاصني ندير باك حر، وقلتها ليه، قلت ليه ان شاء الله راه غادي ندير باك حر، ومور ما نشد الباك كان خصني نقرا طبعا ماشي غير الباك، كان خصني نقرا السيزيام والباك وهذا. المهم راه موراها غادي نخدم. ايوا هو يتسيف عليا السيد، قال لي ما كاين بو خدمه، قال لي بغيتي تقراي باش تقراي واخا، اما الخدمه ما غتخدميش. قلت ليه ياك، قلت ليه وديك الهضره اللي كنتي قلتي لي قبل ما نتزوجوا، قلتي لي راه غادي تخليني نقرا وغتخليني نخدم. قال لي يلا، قال لي والا لقيتي شي خدمه اللي فيها غير العيالات. قلت ليه ماشي مشكله سيدي، ندير انا غير لاكواف ولا شي حاجه هكا. قال لي مستحيل تكوني كوافوره، مستحيل، ديك الخدمه غير ديال العاهرات حاشاكم. هو هكا التفكير ديالو. انا عمرني شفت شي حد كيقول على المهنه ديال كوافوره انها مهنه ديال العاهرات. قال لي غتبقاي تستقبلي غير العاهرات وداك الشيء حرام. هو تيعرف في الحرام والحلال غير داك الشيء اللي بغى هو كاع الصلاه كاع ما تيصلي زعما مزيان، كيصلي ويقطع ويصلي ويقطع، ما كيديرش بداك الشيء اللي قال ليه سيدي ربي. ولكن فاش كيبغي يشدني من شي حاجه كيقول لي لا حرام. قال لي لا غتبقاي ديري النمص وغتبقاي ديري، لا داكشي حرام، ما غديريهش. واخا سيدي انا ندير هذا من بعد منين نشد الباك، غندير شي حاجه باش ندير الدبلوم زعما باش التكوين باش نكون فرمليه ولا ما عرفتش. المهم كنت كنقول المهن اللي غادي نديرهم من بعد. قلت ليه نكون فرمليه ان شاء الله. قال لي مستحيل، الا ديك المهنه غتبقاي تلاقي مع الرجال ويعلم الله شنو غديروا وهذا، لا داكشي حرام مستحيل ديريه. قلت ليه هو منين هكا، علاش ما قلتيليش هاد الهضره قبل ما نتزوجوا سيدي؟ علاش كنتي كتقول لي غنخليك تخدمي، وكنت كنفتح معاه الموضوع وغندير هادي وغندير هادي، كيقول لي نخليك لا تخدمي. مع العلم اختو راه كتقرا وغادي تخدم خدمه اللي فيها الرجال. انا لا، انا ممنوع عليا نخدم مثلا فرمليه ولا مثلا نكون استاذه ولا نكون شي حاجه هكا ولا غير كوافوره، ممنوع داكشي. بقى فيا الحال، غضبت ديال بصح. دوزتها واحد المره عاوتاني. قلت اجي ما ندير اليوتيوب. درت اليوتيوب، درت واحد المحتوى ما كيبانش فيه وجهي نهائيا. بديت كنهز دوك الفيديوهات اللي كندير في اليوتيوب وتنحطهم في التيك توك باش زعما نتشهر. وكما قلت لكم ما كيبان فيه لا وجهي لا حتى شي حاجه مني ما كتبانش. ايوا صافي واحد المره اختو غادي تصيفط ليا، وهو كان كيشجعني بالتعليقات، وكان هو كاع مشجعني على هذه الفكره، وقال لي مزيان ديري اليوتيوب وغنديروا منه الفلوس وغنتعاونوا به على الزمان وغنبنيو به دارنا. وكان كيبقى يدخل بكونطات اخرين يدير ليا زعما ابوني ويعلق ليا زعما لي كومونتير هكا، وكان موافق ومشجعني على الفكره بزاف. علاش انا تنقول لكم هذا الشيء؟ انا غادي نقول لكم شنو غيجي من بعد.
ناضت اختو صيفطات لي واحد النهار قالت لي واش هادو فيديوهات ديالك مهم قشعتهم بشي حاجه، قشعتهم بواحد الحاجه اللي ما غنذكرش شنو هي. قلت ليها قلت ليها على واش ما قالها لكش فلان؟ نقولوا مثلا سميت راجلي سمير. قلت لها على ما قالها لكش سمير؟ قلت ليها مزيان. قالت لي مزيان. قالت لي لا ما قال لي والو. قلت لي مزيان الله يوفقك. في العشيه هيجي الرويجل كيغوت وكيهلل، قال لي علاش دايره اليوتيوب، مع العلم راه اقسم بالله الا هو اللي مشجعني على الفكره منذ البدايه، وهو اول المشتركين ليا في القناه، وكان كيبقى يخلي لي دي كومونتير دائما في اي فيديو كنحطو. وليت انا دايره اليوتيوب مني راسي، وانا داكشي اللي كندير حرام، وانا كنعصيه وكندي ذنوب. فجاه ندخل لي داك المحتوى اللي كندير اللي لا علاقه له بالحرام نهائيا، كيديروه الناس متدينين كاع، دخلني انا كندير الحرام. صدمت فيه، قلت ليه ماشي هذه اصلا الفكره ديالك منذ البدايه، ماشي انت كنتي كتشجعني من الاول، وكنتي كتقول لي كملي باش ديري منه الفلوس وباش نبنيو به دارنا ونديرو به. ضربها باكبر نكره، قال لي انا ما قلتلكش، ما درتش، ما فعلتش داكشي حرام، حيدي عليا داك الزمر، حيديه. ايوا انا نط شاورت صاحبتي، عاودت ليها قلت لها شوفي يا فلانه هاش قال لي، وهي كنت كتشوف دائما الدعم ديالو على الفيديوهات ديالي بدوك لي كومونتير ديالو، كانت هي كتدعمني. تصدمات، قالت لي لا حيحي عليه، علاش يدير لك بحال هكا، غوتي عليه. ولكن انا قررت انني نسكت وما نقول ليه حتى شي حاجه، زعما ما نتناقش معاه في الموضوع ونحيد ديك القناه. ولكن بقات ليا بحال شي حجره وسط قلبي، حيت بدات كتطلع ليا القناه زعما اليوتيوب واخا صعيب وكل شيء، بدات كتطلع لي القناه بواحد السرعه، وكنت فرحانه وكنت مرتاحه في داكشي اللي كنديرو وكنتقنو. فجاه جا هو حيد لي كاع داك الحلم، يعني حيد لي انني ما نقراش، ما نخدمش. القرايه صراحه الله قال لي بغيتي تقراي ولكن الخدمه راه ما غتخدميش. حيد لي هاد اليوتيوب اللي كنت كنقول غنسترزق منه باش نعاون به عائلتي، خصوصا ان والديا محتاجين بزاف، وخصني وكان من الاحلام ديالي زعما انني نعاونهم، انني نقرا ونخدم ونعاونهم. ملي تلغى ليا داكشي ديال القرايه قلت اجي ندير شي حاجه في السوشيال ميديا. لغى ليا حتى داكشي وقف ليا في طريقي، صافي تعصبت بزاف وباش كنت كنقنع راسي ديك الساعه كنقول لا فوت ديال اختو، علاش تنوض تقولها ليه، علاش هي اللي عمرت ليه راسو، هي اللي دارت. اما الا جينا للواقع راه كان هو راجل كون غيقول لها هذاك الشيء ديالها هي، وغادي يفتخر بيا قدامها، وغادي يقول لها زعما ماشي شغلك، ولو كاع تقول لي لا قول لها تحيدها ولا شي حاجه يقول لها ماشي شغلك. صافي هي نط بلوكيتها من تيك توك، حيت تيك توك فاش كانت شافت ليا داك المحتوى اللي كنحطو زعما في اليوتيوب بلوكيتها من تيك توك. ناضت دازو شي ايام بقات كتصيفط لي ما كنجاوبهاش. ايوا واحد المره صونات ليا قالت لي ياك بلوكيتيني، وبدات كتبكي. وبدات السيده كتبكي وقالت لي وانا راه ما قلت والو لراجلك، ولكن راه داكشي اللي كدير واش بغيتي تشوهي بينا، حنا راه ما عندناش البنات اللي يديروا السوشيال ميديا، راه ما عندناش البنات اللي يدخلوا في هذا الشيء ما هذا. وبدات كتباكى عليا شويه وجابت لي البكيه. انا كنعاود لكم في داك الوقت، اما دابا فاش كنشوف الامور من بعيد وفاش فات هذا الشيء كنضحك على راسي، كنقول كيفاش كنت غبيه وحماره في داك بحال هكاك في داك الوقت. صافي بكاتني، بديت كنبكي وكنقول لها سمحوا لي، وفعلا ماشي مشكل، هنا اصلا حيدت القناه وهذا. صافي دازت المده.
بدا هو كيزيد من داكشي اللي كيدير. كنشوف ان السيد ما كيصرفش، عايشه واحد الحياه بحال شي بهيمه، كناكل كنشرب، محبوسه في الدار، ما عنديش زعما شي حوايج، ما عندي حتى شي حاجه، ما درت والو في ديك التزويجه. وعدني بزاف ديال الحوايج ما دارهمش. كان قال لي غادي نسافروا زعما كشهر عسل، ما سافرناش. ما كيصرفش عليا زعما انه نشري داكشي اللي محتاجه نهائيا. اي حاجه كنبغي نشريها لا هذه زايده لا ما محتاجاهاش. كنخرج نشري الحوايج كيقول لي لا دوك الحوايج واحد المره كنت باغا غير نشري واحد المونطو غير حيت فيه الفوغير، قال لي لا دوك الحوايج كيلبسوهم غير العاهرات، انت ماشي عاهره باش تلبسي داك زعما الفرو. العاهرات هما اللي كيلبسوه، وفهموها نتوما كيفاش الفرو مرتبط بالعهر. I don't know. يعني كيدير السبه دائما بالدين بواحد الطريقه مستفزه اللي ما غتدخلكش في العقل، غير باش ما يدير ليش الحاجه، غير باش يوقف لي في طريقي. شويه صافي وليت كنحس براسي بحال ما عرفتش. حتى الظفار كنبغي نصايبهم، بغيت نعيش بحال الانثى. انا غير فاش كنت في دارنا، واخا كانوا دارنا على قد الحال، وكنت شحال من حاجه كنت مره كنخدم، كنديباني راسي، كنشري داكشي اللي بغيت، نصايب الضفيرات، نصايب الشعر، نمشي عند الكوافوره تصايب لي شعري، نشري مكياجي. يعني المهم كنديباني راسي. كنت متوقعه انني غنتزوج هاد الناس، غنتزوج ودي هذا الراجل مع عائلته لاباس عليهم. كنقول راه كوميم راه غادي نعيش زعما مزيان، راه غادي غيهزني من واحد المستوى لمستوى اخر. كنت متوقعه بزاف د الحوايج، وهو براسو كان كيوعدني بزاف د الحوايج. داكشي ما لقيتوش نهائيا، لقيت العكس ديالو، لقيت غير الفقر وهذا وقله الرجوله. ماشي راجل نهائيا بدوك التصرفات اللي كيدير. اي حاجه بغى يديرها في حياته خصو يعيط لماما يتشاور معاها. حتى فاش كانت جاتو واحد الحساسيه في المنطقه الحساسه ديالو، ناض كيصوني الموت تيقول لها راه عندي حساسيه في ديالي، غادي نمشي عند الطبيب ندوز نشوف شنو عندي. يعني لهاد الدرجه اي حاجه بغى يديرها خصو يقولها لمو، ولد مو بمعنى الكلمه. ايوا صافي. انا بدا كيطلع ليا في الراس، ما بقيتش كنبغي نعس معاه بزاف. وليت دائما دايره الزيف د حياتي ولابسه بينوار، ما تنبدلش. كنخلي داك الزيف، ماشي ما تنبدلش زعما ما كنتنقاش، ولكن زعما دائما البدله الرسميه ديالي هي زيف حياتي. صافي ما كنصاوبش داك الشعر حيت ما عنديش باش نصايبو، ما كيعطينيش الفلوس. قلت لكم تيعطيني 100 درهم، ديك 100 درهم يالله غادي تكفيني انني نمشي بها للحمام ولا ندير بها شي حاجه. وكنبغي نخبي باش مني نمشي عند دارنا نلقى ما ندي في يدي. يعني ما كتكفيني في حتى شي حاجه. ولا الا شريت بها شي بيجاما ولا شي حاجه، حيت ما عنديش الحوايج، ما عنديش حتى شنو غنلبس. بينما كنهضر مع صحاباتي رجالاتهم تيشريو ليهم، كيتهلاو فيهم، كيسافروا بهم، وانا كنشوف راسي مدفونه وسط ديك التزويجه، بينما انا نستاهل ما احسن وما اكثر. صافي واحد النهار نهاريت عليه، بقيت كنغوت، بديت كنتناقش معاه. قلت ليه زعما علاش ما بغيتيش تخليني هذا نقرا، ولغيت صافي ديك الفكره د انني ندير باك حره. صافي ما بقيتش درتها. كنت صافي باغا نوجد الدروس وكنسول وامتى التسجيل باش نمشي نتسجل ونقرا ونبدا نقرا زعما في الدار وكل شيء. وكنقلب على القنوات اللي غنتبع معاهم. داكشي صافي تلغى، ما بقيتش غنديرو حيت انا علاش غنقرا الا ما كنتش غنخدم، الا ما كانش غيخليني نخدم. صافي بقيت كنتناقش معاه علاش درتي هادي وهادي 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 وهادي. ما عبرنيش، ما عطانيش اعتبار. دخلت لبيت الناس، سديت الباب زعما بالساروت. اي حاجه بانت لي قدامي هرستها. كانوا عندي شي 3 لي بارفان هرستهم. بقيت غير كنهرس وكنضرب وتنغوت. هو نط خلع فراي عليا الباب، هرس الباب، دخل بقى كيعنقني باش نسكت. غير شافني تهدمت. تخيلوا شنو غيدير. عوض ما يجلس معايا زعما ويتناقش معايا، ولا اقل حاجه يصوني مثلا لصحاب داري انا ناضصونا لمو، قال لي راه غادي نصيفطها لك.
غنصيفطها لك. راه بدات كتعصب وكتغوت حيت ما خليتهاش تقرا وحيت ما خليتهاش دير اليوتيوب. قالت ليه دوزها ليا. وانا في ديك الحاله ديال الانهيار، انا راه يلاه سكت من البكا والغوات، شديت التليفون ما خلات ما دارت لي، بقات كتغوت عليا. وشنو كيحسب لك راسك؟ وياك النهار الاول اللي جينا عندك ما كنتي لا كتقراي لا كتخدمي، عاد وليتي باغا تقراي وتخدمي حتى تزوجتي. ايوا انا ولدي ما بغاش المراه اللي تخدم، ما بغاش المراه اللي تقرا، بغى النهار الاول اللي جينا على اساس باش انكي تجلسي في الدار. انا جوجتك ليه باش تجلسي في الدار. انا تعصبت قلت لها اسمعيني نقول لك، انا راه تزوجت ولدك ما تزوجتكش انت باش تدخلي ليا في حياتي. صافي قلت لها هاد الهضره، قطعت عليها، عطيته التليفون. ناض قال لي صافي سيري راه غتعرض لك امي باش تهدني. ما صافي ما قال لي حتى شي حاجه، ما جلس باش يهدني. قال لي جمعي حوايجك وغدا غادي تمشي عند الوالده. جمعت حوايجي فعلا. الغد ليه وصلني للكار، شديت الطريق مشيت لدارنا، ما مشيتش عند مو، مشيت لدارنا. نط هي عيطات ليه قالت ليه هو علاش انا تغوت عليا وتقول لي تزوجت بيك انت، تزوجت بولدك ما تزوجتش بيك انتي. بدا هو عاوتاني كيصيفطيو علاش تقولي لها هكاك وهادي وهادي وهادي. دازت هذيك وهضر معاه با، قال ليه شوف قلتي للبنت غنخليكي تقراي وتخدمي، بقى على كلمتك. علاش انت فاش قلتي لها ديري الزيف دارتو؟ وانا ما كنتش كندير الزيف، انا عندي تبارك الله السوالف وباقا صغيره، وكنت كنطلق شعري كيجي معايا، وكان اللي لبستها كتجي معايا، يعني كنت كنلبس المستور ولكن ما كنتش كندير الزيف. قال ليه البنت صغيره قلتي لها ديري الحجاب، دارت الحجاب. كتجلس في الدار ما كتخرجهاش، هي طالبه منك غير تقرا وتخدم، ما خليتيهاش. فاش دارت اليوتيوب مع العلم ما كديرش شي حاجه اللي خايبه ولا اللي حرام، حيتيه لا. ودابا عوض ما تصوني ليا سيدي لا الا السيده بدات كتغوت وبدات كتهرس، عيط لي انا اللي باها. علاش غتعيط لامك؟ واش امك اللي ولدتها؟ ايوا صافي هي هذيك. مهم تفاهم مع با وبدا كيبكي على با، وقال لي اصلا هي حقراني وما بقاتش كتبغي تنعس معايا وما كتبغيش تسمع ليا، وليت كندخل للدار ما كتسوقش ليا. وفعلا انا ما بقيتش كنبغي نعس معاه بزاف، حيت راه اي وحده غتكون مجوجه وراجلها كيعاملها خايب راه غتفهمني، ما غاديش تبغي تبقى تنعس معاه، ما تبقاش عندها حتى شي رغبه لداك الراجل. يعني وليت مره كندير ليه الخاطر فوق خاطري انا. ولكن ديك القضيه ديال انه كيجي وما كنديهاش فيه، بالعكس كان كيجي كنبقاو نهضروا كلشي، واخا تيبقى دائما دوك المقارنات ديال انا امي وانا اختي دارت وانا فعلوا تركوا. المهم بقى كيكذب على بابا، قال ليه داكشي اللي بغا هو وصافي. قال ليه با زعما حاولوا تفاهموا، ما تبقاش تدخل عائلتك في اي حاجه بغيتو ديروها وهذا. وجا عندي با قال لي حتى انت ما تحقريش، حتى انت زعما قومي بالواجبات ديالك النيت. راكم فهمتوا زعما النعاس وانني نبقى نعطيه وقته داكشي. ايوا رجعت عنده يحسب لي غيتبدل الوضع، ما تبدلش نهائيا، بقى غادي هكاك. وكان ديك الساعه قرب رمضان بقى عاوتاني كيعيط لمو، تيقول لها غتجي غدوزي معايا رمضان كامل، غتجي غدوزي معايا رمضان كامل. وكنت كنهضر مع صاحبتي كنقول ليها زعما شنو ندير، راه غيجيو عاوتاني يدوزوا معايا رمضان. كتقول لي جلسي معاه هضري معاه، قول لي انا راه ما غاديش نقبلهم، راه الا جاو غادي نشوهك معاهم. وكنت انا كنقول لها لا خلي لا جاو صافي نيت نوضوها انا وياهم، بغيت نيت توقع شي مشكل نوضوها انا وياهم. كتقول لي هي من الافضل قبل كاع ما يوقع المشكل وتوصلوا لانه يجيو عندكم اصحاب دارهم وما تقدريش صحاب دارو هو وما تقدريش انك تصبري وديري شي مشكل، من الاول انت جلسي مع راجلك وهضري معاه وحلوا المشكل. وقولي ليه زعما ما يجيوش اصلا، حنا يلاه مدابزين وكل شيء ومخاصمين نيت على هذا الموضوع ديال انك كتدخل عائلتك في اي حاجه. ندوزو رمضان مع بعضياتنا، واول رمضان لينا مع بعضياتنا،
مور رمضان فاش يقربوا ودي العيد ديك الساعه نمشيو حنا لعندهم. قلت لها انا لا، وبغيت ندير داكشي اللي في راسي، قلت لها خلي صافي تيجي ونقرب لها مع مونيت ندبز معاها ونسلخها وما عرفتش اش كان كيقول لي عقلي ديك الساعه. وبقيت كنحاول نلطف معاه الاجواء مور ما رجعت، وكنحاول نلبس شويه مقاد ونتصاوب شي شويه. هو واحد الحاجه كان دائما كيعلق لي عليها اللي انا ما فهمتهاش وجاني مريض في عقله، هي انه هو كان كل صباح خصو ينوض مع 6 الصباح باش يمشي للخدمه. قال لك سيدي خصني نوض معاه حتى انا في ديك 6 ولا نوض بكري، حتى الا ما نضش في 6 الصباح مثلا نوض مع ديك 7 8 ونوض ونجمع الدار ونطيب ونبقى فايقه باش نكون انسانه رائعه. ما فهمت انا هاد القضيه علاش خصني نفيق بكري، حيت هو كيرجع في العشيه كيلقاني مطيبه الغدا جامعه الدار مدوشه دايره كاع داكشي اللي خصو يدار. هو عنده مشكله انني خصني نفيق بكري. فاش كنقول ليه علاش تيقول لي لا باش تكوني واعره، راه الناس اللي واعرين تيفيقوا بكري. وهزي تقراي الكتوبه عندي، هو فعلا كانوا عنده كتبه في الدار، عوض ما تبقاي ناعسه شدي قراي الكتوبه، شدي تعلمي شي حاجه، ما تبقايش غير ناعسه. تنقول لي انا راه داك النعاس هو فاش تلقى راحتي. اصلا انا ديك الوقيته كنت كنحس براسي بلي دخلت في واحد الاكتئاب، كنت كنحاول انني نعس ولا نهضر مع شي حد غير باش انني نتفادى نحس بداك الحزن. يعني مره نهضر مع صاحبتي ولا ماما ولا نعس باش نتفادى داك الحزن. وفاش كنوض راه كنوض للدار نوضه وحده، نجمع نعجن الخبز، ما كانش كاع كياكل الخبز الزنقه، انا اللي كنعجنو. والماكله ديال الدار ما تنخرجوش كاع اللي غيسطو ولو مره في الشهر مثلا يخرجني يديني نتعشى على برا، ما كاينش. حتى داك الويكاند فاش كيخرجني مره كيخرجني غير نضربوا دويره ونشريو شي حاجه للدار ونرجعوا، ما تنخرجوش كاع ناكلوا في شي بلايص. فاش تنقول ليه ديني شي بلاصه زوينه نتعشاو فيها تيقول لي لا، هاد المدينه اللي حنا فيها ما فيهاش كاع لي غيسطو، ما فيهاش البلايص الزوينين. كنت انا كنقول كيفاش، وفي الاول بحال هبيله، ومع انني كنت كنتيق وكنقول فعلا راه واقيلا ما كاينينش البلايص الزوينين. حتى مؤخرا عاد غندخل عاد غدير لي طن في راسي ودخلت لجوجل ماب كنقلب زعما على كتبت غير زعما مطعم، طلعوا لي بزاف د المطاعم في ديك المدينه، هي اصلا مدينه كبيره. وكنقول كيفاش كان مدوز عليا هاد الكذبه، وكنت حتى انا متيقاها. مهم هو غير ما يخرجنيش، غير ما يخسرش عليا انا الريال، عائلته يخسر عليهم ويصيفط لهم ويتهلا فيهم فاش يجيو. مي انا عنده زايده ناقصه في حياته. صافي وليت كنقلب ليه التليفون نشوف ياك ما كيهضر مع شي وحده. هاد القضيه صراحه الله ملي تزوجنا كنت كنقلب ليه التليفون ما تلقى عنده حتى شي وحده. هو فعلا شد معايا زعما غير انا بوحدي وكيبغيني، ولكن داك الحب الاناني النرجسي ديال انه باغيني غير نكون حداه. اما باش انه يعاملني مزيان لا، ما يعاملنيش مزيان ولكن يشوفني دائما حداه. هذا هو الحب بالنسبه ليه هو. وبدا كيقول لي شوفي سيري صايبي شوي داك الشعر زعما باش نطلقو يكون رطب، حيت انا شعري كان كورلي، كنت كنبقى غير نمشطو ونجمعو وندير ديك الزيف د حياتي. وفاش وليت شوي كنتهلا في راسي كنبقى غير نجمعو. كيقول لي خصك طيبي شوي داك الشعر، كنقول ليه واخا ارى الفلوس، ارى لي 40 درهم نمشي عند الكوافوره وتصايبوا ليا. كيقول لي لا ما عنديش، صايبيه في الدار. باش غنصايبو يا هذا الراجل؟ صايبيه في الدار باش الله اعلم، ما عندي باش نصايبو، ما عندي زعما شي سوشوار باش نصايبو، ما تيعطيني الفلوس باش نخرج نصايبو عند الكوافوره. والكوافوره بعدا اصلا هو عنده حرام وممنوع منعا باتا نمشي عندها. مشيت عندها غير في العرس وفي الخطوبه ديالي صافي. باش نختصر لكم، وصل رمضان وكان تفاهم معايا على واحد الحاجه، انه فاش تجي ماماه وباباه باش يدوزوا معنا، حيت لحسن الحظ كان باه دار واحد العمليه وكانوا ما غيقدروا يجيو حتى العشر الاواخر ديال رمضان، وكانوا غيدوزوا معنا سيمانه. وفي ليله 27 غنرجعوا للمدينه اللي هما فيها يعني عائلته وعائلتي، باش ندوزوا تما 27 والعيد وشي ايامات مور العيد. صافي قلت الله مزيان بعدا، واتفق معايا انه مني تجي ماما يعني نعسو قسم ما بغينا نفيقو نتعاونوا على الشقه، يعني حتى المور الظهر كاع
ونوضو نتعاونوا على شقي، يعني بلا ما نبقى نفيق انا باش نقرقب ونسد على الوالده ديالو باش ترتاح هي. عقلوا على هاد الهضره مزيان. ايوا صافي دوزت دوك الايامات مزيانين، وكنتسنى امتى غيجيو العشر الاواخر باش تجي مو. العشر الاواخر كيجلسوا فيهم الناس في ديورهم باش يتعبدوا لله اكثر ويتقربوا ليه ويصلي ويدعي، وماشي باش انه وهي مخليه دارها وجايه لعندي انا باش تجلس معايا. ما فهمتش. صافي جاو وكندير داكشي اللي قال لي. فعلا كنبقى ناعسه حتى المور الظهر، عاد كنوض. فاش كتشوفني كتنوض حتى هي كتدخل الكوزينه، انا كنبقى نجمع الدار، كنسالي جميع الدار، كندخل الكوزينه باش نعاونها في الطياب. كيوصل المغرب كنحطوا الماكله، كناكلو، كنجمع الطبله، كنغسل الماء، كندوز الشطابه للدار، كنمشي للتراويح ولا كنجلس معاها. يعني كل مره وكيفاش. السيد ما تيقول والوش. وهي قالت لي واحد المره في ديك السيمانه النيت، قلت لي وراه بزاف هاد الناس اللي كنعسوا، قلت لي خصنا نبقاو نفيقوا شويه بكري. الغد ليه في نظركم شنو غيوقع؟ غيجي ولدها، كنت انا في السطح تنشر الحوايج، غيطلع اللي هو راجلي، ولدها اللي هو راجلي، غيطلع عندي، شدني من يدي ودفعني واحد الدفعه قويه، وقال لي علاش كتبقاي ناعسه بزاف. وهادشي كنقول لكم يلاه البارح قالت لي مو هاد الناس اللي كنعسوا بزاف راه زعما معيق، خصنا نبقاو نفيقوا بكري، ما نجلسوش حتى للجوج عاد نوضو. دفعني بالجهد، قال لي علاش كتبقاي ناعسه وكتخلي الوالده هي اللي دير كل شيء؟ لا نوضي بكري، جمعي وديري. مع العلم راه قلت لكم هو اللي كان قال لي ملي تجي الوالده ما تفيقيش بكري باش تقرقبي وخليها ناعسه تنوضوا بجوج بيكم. داكشي كله تقلب. دفعني كما قلت لكم، انا تعصبت بزاف. صافي بقيت كنغوت عليه. صافي نتعيط لمي عاودت لها هادشي كله. ناض هو ناض بعدا طلب مني السماحه، ناض هبط. عيط لمي عاودت لها، قالت لي المهم ماشي مشكل واخا ما عجبهاش الحال، قالت لي غير صبري، راه اصلا راه غتجيو في 27 ما بقى والو، غادي تجيو وصافي. يعني ما غتشوفي لا كمرت ولا كمرتها. فعلا داكشي اللي وقع. مشينا دوزنا 27، دوزنا العيد. مور العيد جات صاحبتي حتى هي مجوجه لمدينه بعيده، وجات باش تشوف عائلتها، حيت عائلتها كاينين نيت حنا كلنا ولاد الحومه، لا انا لا راجلي لا صاحبتي. جات باش تشوف عائلتها وخرجنا. وكانت درت ديك الحركه انها تجي مور العيد النيت بالضبط باش نتلاقاو انا وياها قبل ما يرجع هو لخدمته ونرجع معاه. فصافي كنا متحمسين لاننا نتلاقاو، حيت كنا انا وصاحبتي بحال الخواتات ما كنتفارقوش، واخا فرقتنا المسافات بقينا كنهضروا مع بعضياتنا في التليفون. صافي تلاقينا فرحانين هكا قدام الباب ديال عكوستي. شفتها عكوستي دخلت الباب ودخلت، ما هضرتش معها، مع العلم انها زعما جارتهم وكل شيء. صافي دوزنا داك النهار عادي. فاش وصلت الوقيته ديال الغدا، قالت لي عكوستي ديك صاحبتك بغات طير، اش بغيتيها؟ اش عجبك فيها؟ شوفي كي طلقه شعرها وصبغاه، حيت حنا في مدينه صغيره وزعما اللي مجوجه وطلقه الشعر راها خارجه الطريق، ولا راكم عارفين دوك المدن الصغار والفيلاجات والقرى كيفاش كيفكروا. قلت لي بغات تطير وشنو يحسب لها راسها، واش هي قوريه باش انها تصبغ شعرها ودير المكياج؟ انا تعصب جاتني النفس على صاحبتي. قلت لها شوفي يا خالتي، لما كانتش عاجبك انتي انا راه عاجباني، زيدو راجلها هو اللي مخليها دير داكشي. ايوا صافي بقاو شادين عليها الهضره وانا تعصبت وجاتني البكيه. تغدينا موراها شدني راجلي بقى كيغوت عليا، علاش تدوري على في الوالده على قبل ديك صاحبتك؟ لا تفارقي معاها، ما عندك ما ديري بها، صافي تفارقي معاها. انا اللي تدور ليا فمي على قبل صاحبتها، تفرقي معها، ما تزيديش تهضري معها. نزيد نلقاك كتهضري معها في التليفون، غتكون معاك هضره اخرى. صافي انا خفت منه ونتقلتها لمي، قالت لي امي صافي ديري راسك بحال ما كتهضريش معاها. صافي صفت لصاحبتي، شرحت لها كل شيء،
ومن بعد مشيت درت بحال غنمشي لدارنا ومشيت عندها للدار، بقيت كنبكي عليها. قالت لي ماشي مشكل، يعني نبقاو نهضروا غير بالتخبيه وصافي. وفعلا بقينا كنهضروا بالتخبيه، يعني لهاد الدرجه، فوق ما انه ما مخلينيش نبقى نخرج، ما مخلينيش ما عطينيش مصروفي، ما معيشني حتى شي حياه، ولا باغي يتحكم لي حتى مع من نهضر في البنات، ولا كيقلب لي التليفون باش يشوف واش كنهضر معاها. تيلقاني مسحت لي ميساج، تيسولني واش هضرتي معها، تنقول ليه لا ما هضرتش معاها. مهم كنت كنقول في اخر المطاف الا ما طلقت من هذا السيد خصني على الاقل نكون مستقله ماديا، نشوف كيفاش ندير، نخدم في شي حاجه نقنعو، نقرا، ندير شي حاجه. مهم نحاول نقنعو بالخدمه مجددا ولا بالقرايه، نحاول ندير المستحيل. صافي رجعت عاوتاني كنلبس مزيان ونتقاد ونهضر معاه مزيان، ما نتناقش معاه في دوك الامور ديال علاش كتدخل عائلتك، علاش كدير، علاش ما كديرش. ولكن شنو غيوقع واحد المره باش غتكون نيت هذيك هي الاخرى، وباش غنعرف اكثر حقيقه هذا السيد، وغيدير لي اكبر خازوق واكبر صدمه في حياتي كلها. ملي تزاديت لحد الساعه اكبر صدمه في حياتي هي غتكون في داك النهار. كنت غنمشي للحمام وكنت قلتها ليه، قلت له راه غنمشي للحمام وجمعت حوايجي، وكنت ديجا كنت دويت مع صاحبتي ونسيت ما مسحتش لي ميساج. ودائما علاش كندويو غير على هذا الموضوع ديالها، شنو دار ليا، راه قالت لي مو كدا، راه هذا يعني الا دخل الميساجات غيلقانا بلي دوينا عليه. قال لي قبل ما تخرجي راني نقلب لك داك التليفون. قلت ليه لا، قلت ليه ما غتقلبوش. قلت ليه علاش باغي تقلبو؟ عاود فوق هذا الشيء غتزيدني زعما الخيانه ولا كتشك فيا ولا شنو قال لك راسك؟ قال لي لا، قال لي عطيني نقلب التليفون. قلت ليه واخا صافي انا غنحلو. وجلست حدايا قلبو. قال لي لا، قال لي غندخل البيت الاخر وغادي نقلبو. قلت ليه لا، قلت ليه علاش بغيتي تدخل؟ قال لي ها يعني خايفه كتهضري مع شي حد. قلت ليه ما كنهضر مع حتى شي واحد. وبقينا مني منك صافي انا بديت كنبكي. قلت ليه شنو بغيتي تعرف؟ كنهضر مع صاحبتي، رجعت كنهضر معاها. قال لي ايوا ملي غير هكاك اعطيني نشوف واش كتهضري معاها ولا لا. قلت ليه لا، قلت ليه ما بغيتش تقرا لي ميساج. صافي تزايدنا في الهضره، بقيت انا كنغوت باش انه ما يشوفش شنو، ما ينسى هذا الموضوع. بقيت كنغوت وجبت ليه عاوتاني كلشي. وانت دائما كدير وكتدخل امك في اي حاجه وخواتاتك، وديما كتقارنني معاهم وما كتخلينيش نعيش حياتي، ما مخلينيش ما كتعطينيش باش نشري الحوايج، ما كتعطينيش باش نعيش. كيحسبك باللي نعيشو هي ناكلو ونشربو ونجلسو في الدار، هذه هي الحياه. وعدتني بشحال حاجه وما درتيهاش. مهم جبت ليه كلشي وبديت كنبكي. وقلت ليه هي اما غادي تكون مقاد معايا وغترجع كيما عرفتك في النهار الاول، يا اما الله يعاوني ويعاونك ولد الناس. ايوا السيد بدا كيبكي. والله ما غتسيقوا هذا الشيء اللي غادي نقول لكم من بعد، هذا الشيء اللي جاي. بدا كيبكي وقال لي اسمحي لي، ماشي هادشي اللي غيصدمكم، انا جاياكم، سمحي لي وصافي راه غنتبدل، ومن اليوم غادي تشوفي سمير اخر، وما غاديش نبقى ناديك، ما غنضركش، ما نبقاش ندخل عائلتي، زعما صافي بين لي انه غيتبدل. انا فرحت واخا صراحه الله. فاش بديت كنبكي فريمون راه جاني انهيار ديال بصح. فرحت وكل شيء. جيت باش نعست وكانت فاش كنت السبت كنشدني الحريق في كرشي. انا ما عمرو كان فيا القولون العصبي تتزوجت، وليت كنتعصب بزاف، ولا داك الاعصاب كيدوز لي الكرش المصران. شدني الحريق صافي، هو طلب مني السماحه وكل شيء. مشيت نعست، بقيت كنتقاتل مع داك النعاس حيت كان فيه الحريق. تعتلت الناس. اراك ها هي الصدمه عاد غتجي. الصباح كان داك النهار الويكاند ما خدامش، وكنت عواله غادي نعس حتى الوقت ما قالها لي راسي ونفيق. ايوا الصباح ناض مع 8 ديال الصباح، عيط لي فلانه نوضي. قلت لي نوضت انا، قلت لي شنو بغيتي؟ خليني نرجع الناس، راه البارح تعطلت الناس.
قال لي لا نوضي نصايبوا الفطور نفطروا هذا. قلت ليه واخا، قلت ليه هو بلاتي نزيد غير شويه. مشى السيد ضرب دويره، ما عرفت واش مشى خرج للحانوت ولا كان كيدور في الدار. المهم انا رجعت طحت غيبت واحد 5 دقائق فريمون، راه ما كملاش 5 دقائق جا حيد عليا المنطه، قال لي نوضي دابا جمعي حوايجك وخرجي عليا من الدار، تخسر الهضره. بقيت انا كنضحك، قلت لي كيفاش خرجي عليا؟ يلا البارح كتقول لي سمحي لي وغنتبدل، كيفاش دابا خرجي عليا؟ اش كتقول؟ واش من نيسك؟ انا غير كنت ناعسه صافي، انا تلفت وليت كندخل ونخرج في الهضره. قال لي قلت لك دابا غتنوضي وغتخرجي. انا طلعتي ليا في راسي، انا كرهتك، انا كرهت هادشي ديالك والمشاكل ديالك، وكنقول ليه انا غير شنو درت لك، وقول لي شنو درت لك، راه يلاه فقت وباقا مبوقه بالناس. قال لي ماشي شغلي، قال لي انا ما عرفتش السيد واش مشى هضر مع امو في ديك 5 دقائق، مشى هضر مع امو وعاود ليها ولا ما عرفتش انا شنو طرا، ما عرفتش شنو طرا. جا السيد قال لي نوضي خرجي عليا دابا من الدار. قلت لي صافي واخا. نط انا كنجمع حوايجي في لافاليس، كنقول راه صافي دابا يقول لي جلسي، راه وقيله غير وقيله جاه الهبال، وقيله باقي ماكمه، وقيله شي حاجه. جمعت حوايجي فعلا، لبست عليا، باقي ما قال لي والو، ما خلاني لا نفطر لا حتى شي حاجه، قال لي خرجي عليا. دردبت مع الدروج حتى لافاليز ما جرهاش ليا. مشينا داني حتى المحطه، ما فطرش وما معشياش البارح ديالها. ركبني في الكار، خلص عليا الكار وتحركت في الطريق، وقال لي راه غادي تتعرض لك الوالده. انا طيلت الطريق مصدومه، كنقول علاش جرى عليا؟ شنو درت؟ راه هو اللي كان كيغلط معايا دائما. شنو درت؟ يلا البارح تيبكي عليا وتيقول لي سمحي لي ونتصالحوا وغادي نتبدل وما غنبقاش كما كنت وما نبقاش ندخل عائلتي في حياتنا وغنولي نتهلا فيك وكل شيء. شنو درت ليه هاد السيد حتى جرى عليا؟ عرفتي صافي بقيت مصدومه. عيطت لامي شرحت لها الموضوع، قالت لي اجي كاع، قالت لي اش غديري به اصلا، شنو ربحتي منه؟ عاودت لصاحبتي داكشي اللي طرا، حتى هي تصدمات بزاف. بقيت غير كنبكي وبقيت بالجوع تما، حتى الماكله ما واكلاهاش، ما زادش دوا معايا. مشيت لدارنا، وصلت ما تلاقيت لا مع مولا مع حتى شي حاجه، مشيت ديريكت للدار. صافي بقات امي غير كتشوف، بقاو صحاب الدار غير كيشوفوا. ناض با عيط ليه، تلاقى معاه، قال ليه انا علاش زعقتها، ما بغاتش تنوض بكري، ما بقاتش كتنوض بكري وما كتعرفش طيب، الماكله ديالها خايبه، ما كتعرفش طيب، ما كتعرف دير حتى شي حاجه، ما عندي ما ندير بها. هاد الشيء اللي خسر على با. وصفت لي لا انا صفت لك، قلت لي القانون بيناتنا، بغيت غير نشوف رده الفعل ديالو، حيت انا هادشي كله راه باقي مصدومه، كنقول اش درت لهاد السيد؟ هو اللي كيغلط معايا ومن الفوق نتجرى عليا. والاغرب انه البارح ديالها كان كيبكي، يعني بحال واحد اللغز غامض لحد الساعه باقي ما فهمته. صافي صفت ليه، قلت ليه القانون بيناتنا. جاوبني هو قال لي الله يسخر، بلوكاني. من بعد كندخل عند اختو باش نهضر معاها، كنلقاها بلوكاتني. من بعد بلوكاوني كاملين بيهم، كلهم بلوكاوني. تما فاش عرفت انهم اتفقوا عليا، ولكن شنو قع داك الصباح باش حتى جرى عليا باقي ما فهمت. بلوكاوني كاملين، داروا لي اكبر قالب في حياتي. من بعد وصلتني الدعوه ديال الطلاق. من بعد وصلني واحد المقال، وهنا فاش غنزيد نتصدم وغنزيد نتخوزق. عرفت انه السيد ما كيتخلص 6000 درهم كما قال لي السيد، كيتخلص 7000 درهم. كان كيقول لي عندي 6000 درهم ما كتكفيش، ما دايرش، ما فعلاش، هو كيتخلص 7000 درهم. زدت
تصدمت، كنقول كيفاش كان مخبي عليا 1000 درهم ديال الزياده، كان مخبيها عليا. يعني ملي كيتخلص هذا الشيء كامل كان يقدر انه يدير لي مصروف ديالي، كان يقدر نعيشو زعما احسن من داكشي اللي كنعيشو، يخرجني. يعني كنا كنعيشوا واحد الحياه ديال الفقر، نيت ديال الفقر. بقيت وغنقول لكم واحد الحاجه، حتى الكرا اللي كنا كارينه كان رخيص. ديك المدينه واخا كبيره، مهم هي جات في الصحراء، واخا كبيره يعني مهمشه نوعا ما. صافي بقيت انا غير مصدومه. كنقول كيفاش هاد الكذوب كاملين. اول حاجه كذب عليا في الصالير، من بعد غادي نعرف انه حتى اختو الكبيره كان مخبي عليا واحد الموضوع اخر، انه اختو ماشي من باه، مو جابتها عاد جوجات باه. واش جابتها من الحرام؟ غالبا جابتها من الحرام، حتى غادي نعرف من بعد انه جداتو كتخدم في الدعاره. وسط هذا الشيء كامل انا تصدمت وتشوكيت، وليت غير كنبكي ومخنوقه. والامر من هذا الشيء مشى كيقول للناس السبب علاش بغيت نطلقها. لقيتها كتخوني، لقيتها كتهضر في التليفون، امو تتقول للعيالات باش تشوه السمعه ديالي في الحومه. كتقول لهم راه ما حادقاش، ما كتعرفش طيب، ما كتعرف دير حتى شي حاجه، ما عجبتنيش، انا اللي طلقتها من ولدي. صافي كنشوف انا خسروا لي السمعه ديالي في لحظه واحده، جر عليا. غنعرف انه كذب عليا في شحال من حاجه، ناضو كيخسروا لي السمعه ديالي. ناض صافي دغيا في نفس السيمانه دفعت الطلاق، وصلتني الدعوه الطلاق. وصلني داك المقال اللي فيه وجالس كيقول المحكمه انا اللي كنصرف على والديا، وخصكم تلتمسوا لي العذر زعما باش ما يخرجوا ليش في حق المتعه شي مبلغ اللي كبير. وناض فوق هاد الواقعه كامله صيفط خالو لعند الوالد ديالي، وقال لي خالو شوف، بلا ما نوصلوا للمحاكم وداك الشيء، تنازل هي على الحقوق ديالها، والولد راه غيعطيها شي حاجه زعما مهمه. غيعطينيش داكشي اللي غتخرج ليه المحكمه. مثلا المحكمه تخرج ليه 1.5 مليون ولا 2 المليون، هو غيعطيني مثلا واحد 2000 درهم ولا 1000 درهم ولا ما عرفت شنو هو باغي يعطيني. قلت لي انا مستحيل نتنازل على حقي. موراها ناض صفت لي حوايجي، صفت لي الحوايج ديالي، حيت خليت اغلبيه حوايجي تما، جبت غير باليزه صغيره، حيت انا فاش جرى عليا كنقول راه غير تيتنز، نط كنهز داكشي عشوائي. ايوا صافي. ولحد الساعه انا دابا باقي تابعاني جلسه الطلاق، وكما قلت لكم راه بلوكاوني كاملين وجالسين كيشو السمعه ديالي. وانا في حيره من امري، علاش داروا لي هذا الشيء كامل، وعلاش علاش جرى عليا ما فهمتش، وعلاش كيشوهوا لي السمعه ديالي. وعمرني غنسمح ليهم، كنحس باللي دمر لي حياتي. ولكن الحمد لله انني ما دوزتش معاه بزاف. يعني دوزت معاه عام وشي حاجه مهمه، دوزتش معاه بزاف، وما ولدت ما زعما ما حملتش منه ولا شي حاجه. ولكن واخا هكا كنحس باللي دمر لي حياتي. وقولبني اللي بقات فيا هي التقوليبه والشمته والكذوب. وصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى تعطيوني الراي ديالكم وشنو ندير